السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واش راكم لاباس؟ اليوم درت لكم شوشه تاع زمان موالفه ماما كديرها لنا بالكاوكاو والشيشه ما ديرش فيها سميد. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. عندي 2 كيسان سكر مع 4 كاس ماء، نخلوهم فوق النار 15 دقيقه بعد ما يغلي الخليط ونضيفوا عليه. هنا البنات الطاوه تاعي كانت صغيره مكفاتليش بدلتها، وما نساوش ريحه ليمون. الحبه تاع البيض هنا كانت صغيره ياسر بنات، اخي روح درت 5 بيضات موالفه ندير فيها برك 4. نخلطوا كلش مع بعضها، نديروا البيض وما نساوش رشه ملح وكاس حليب وكاس زيت وكاس سكر، نضربوهم مع بعضهم بالفوي برك. انا ما نستعمل لا باتو لا بيتخا. هنا درت مقرف لافاني وبشور ليمون، نخلطهم بالفوي مليح حتى يذوب السكر. كيما الحليب ما تنساوش تدفوه شويه. اللي اول مره تشوف قناتي نقولك مرحبا بك اختي، وما تنساش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس هكا باهي يلحقك كل جديد. مغرف خالبه تجيني مهويه من داخل. هنا عندي نص كاس كاوكاو محمص ومطحون، نخلطو مليح ونزيدو لها 2 مغارف فرينه. ما تنساوش ديروا لجام. حكوا لي امهات كيف راكم ديروا مع اولادكم؟ انا ابني اللي نخدم هيدا خالده فيه، ربي يحفظه ان شاء الله. هاي نوعيه الشيشه اللي استعملتها انا درت مولا اللي باتها زرقاء، نورمالمون 2 كيلو متوسط. دات لي بالضبط 2 كيسان غير ربع سميد. هنا نخلوها ربع ساعة تريح ومن بعد نجو نفرغوها في المول. القهوة متاعها الماء الاولى راه يجيكم خفيف شويه، وبعد ما تخلوها تريح ربع ساعه راح يثقل معاكم. فرقوها هنا في المول وندخلوها مباشره للفرن على درجه حراره 180 درجه، ومن بعد نشعلوا لها من الفوق، نحمروها شويه 5 دقائق. كي وجدت شاربة زدت لها نص كاس عسل كنت محضراته في الدار، درت لها قطرات من ما زهر واللي يشتي الذوق تاعو باين يدير لها لاروم. لازم تشربوها مع تخرج من الفرن ويكون العسل تاعكم دافي. هنا بعد ما كانت ارتاحت 2 سوايع درت لها من فوق العسل ورشيت عليها الكاوكاو، كنت حمصته ورحيته.
هذه الوصفة البنات تاع ماما، نتمنى من كل وحدة فيكم راهي تسمع في كلامي دركي تدعي لها ان شاء الله ربي يشافيها. ناس بكري كانوا يقولوا قلة الصحة هي العدو، والله ما كانش مشيا من انه الواحد تخونوا صحة تاعو. ان شاء الله البنات نتمنى من كل وحدة فيكم راهي مريضة ولا راهي مهمومة ربي ان شاء الله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين. هنا راني قسمت معكم حبابات، شوفوا الشكل النهائي تاعها، خرجت هبة معسلة ومشربة. هنا لحقنا نهاية الفيديو البنات، ونقول لكم دمتم أوفياء في رعاية الله وحفظه أحبتي، ربي إن شاء الله يشافي أمي ويشافي جميع أمهات المسلمين يا رب.